العزيز بوتفليقة عمد سفراء الجزائر في الخارج إلى نفي كل تلك الأنباء، حيث أكد سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان في تصريحات إعلامية أن رئيس بوتفليقة بصحة جيدة، نافيا كل الأنباء التي تحدثت عن وفاته. من جهته قال السفير الجزائري في طهران عبد المنعم محريز في تصريح لوكالة مهر للأنباء إن خبر وفاة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إشاعة وعار من الصحة، وأن كل الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإعلامية يراد منها زرع البلبلة فقط. هذا وذكرت مصادر للشروق نيوز أن أجندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تضم عدة نشاطات رئاسية هذا الأسبوع، على غرار استقبال وزير الخارجية الإسباني هذا الأربعاء، وكذا الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء أو يوم 12 من مارس الجاري.